بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. مع حضراتكم دكتور صيدلي يوسف الأنصاري. في هذا الفيديو هتكلم عن شيء مشهور جدا على مستوى جمهورية مصر العربية، ويجب أن تؤخذ المعلومات الموجودة فيه بقدر من الأهمية، وياريت يلف كل مصر. ياريت يعني أنت تبلغ المحتوى بتاعه لكل من تعرف. طبعا التفاصيل في مثل هذه الأمور كثيرة جدا، ويجب أن تكون بشرح جيد وبشرح ميسر عشان تعود النافعة، وعشان ننقذ نفسنا أو أي مريض من الأخطاء المحتملة. لأن لما بيحصل خطأ محتمل بيبقى صعب بعد حصول الكارثة الخطأ ده جاء منين. تمام، وساعتها مش هينفع. يعني احنا لو حد اتوفى ولا حصلت له مضاعفات بسبب خطأ معين في الاستخدام الدواء، ساعتها حتى الحساب مش هيحيي اللي توفى بسبب كده أو اللي هو حصلت له مشاكل بسبب كده. فأنا هتكلم في هذه اللحظات عن حقنة 3 في 1. إيه هي حقنة 3 في 1؟ وإيه هي الأخطاء اللي بتحصل منها وبتخطأ منين؟ وإيه حتى المعلومات الخطأ اللي هي حتى العاملين أو بعض العاملين في المجال الطبي ما يعرفوهاش. أولا، حقنة 3 في 1 دي من الحقن المشهورة اللي هي بتستخدم في حالات البرد. تمام، وهي مش شيء ثابت، يعني مش في حقنة اسمها التجاري 3 في 1. لا، ده هي عبارة عن مضاد حيوي، يعني غالبا بيبقى 1 جرام، زي السيفوتاكس كده، وزي السيفاكسون، وزي الزورين، وزي كل هذه المجموعات. تمام، مع مسكن للألم زي الفولتارين والكتافلام والأدولور أو الكيتولاك، ده بيتحط في الموضوع. والشيء الأخير اللي هو حقنة الديكسا ميكسازون اللي هو كورتيزون. طبعا في بعض الناس بتخاف منها على أساس إن هي فيها كورتيزون، وفي بعض الناس بيقيس على حكاية الكورتيزون دول، يقول لك أنا ما عنديش سكر فأنا أخدها مباشرة. تمام، فاحنا خلينا في إجابة السؤال الأول. هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن حقنة مضاد حيوي أيا كان النوع. فالناس اللي شغالة في الصيدليات أو الصيدلي الصغير أو الصيدلي مش بتبقى شيء ثابت، يعني هو مرة بيختار لك سيفوتاكس، مرة بيختار لك نوع آخر. المهم هو 3 أعمدة أو 3 في 1، إن هم 3 أنواع بيتخلطوا أو بيتضربوا مرة واحدة. تمام، دي حقنة 3 في 1، ده عبارة عن الأصل بتاعها. طب إيه هي الأخطاء الواردة في اللي بتقع في هذه الحقنة؟ أول خطأ، المضاد الحيوي حاليا أغلبه عليه مشاكل، وفي ناس بالفعل حصلت منه مضاعفات كثيرة أدت للوفاة، واللي بيحصل له وفاة بيشيع الذنب بتاعه مين اقترف الموضوع ده. تمام، يعني في ناس مثلا تقول لك ده خد بديل، ده خد مش عارف ايه. لا، القصة مش في كده نهائيا. القصة احيانا ان هو ممكن يكون عنده حساسية. دي اول خطأ، حساسية من المضاد الحيوي ده، حتى لو قام بعمل اختبار حساسية. تمام، لأن الاختبارات الحساسية المدرجة في كتب الطب دي موجودة لمجموعة البنسلين فقط،
ناهيك إنه مفيش المادة أصلا اللي بيتعمل بها اختبار حساسية بشكل صحيح في مصر. فياريت نستخدم الحقن في أقل الحدود لما يكون مش محتاجين غيرها، أو يعني مفيش حل غير كده. تمام، ده فيما يخص المضاد الحيوي. طب الأخطاء اللي بتحصل من ناحية المسكنات احنا قلنا طبعا هي مضاد حيوي، وهي مسكن، وهي مضاد التهاب اللي هو الديكساميثازون اللي هو الكورتيزون. عرفنا الأخطاء اللي بتحصل من المضاد الحيوي، إن هو ممكن يكون فيه حساسية، وبيتوهم للشخص إن هو عمل اختبار حساسية، فبالتالي هو بيشعر إن هو في مأمن من هذه الحساسية، ولكن للأسف بيديله اختبار كاذب. والواقع يعني ربما يكون حد بيحس إن أنا مأفور في الكلام، الواقع حاليا بيؤكد إنه في اختبارات حساسية كتيرة اتعملت، ولكن للأسف أدت إلى حالات وفاة وأيضا مضاعفات كثيرة، حتى بعد ما شافوا إنه اختبار الحساسية ده مفيش حساسية. تمام. الخطأ الثاني في المسكن مش كل المسكن بيكون مناسب لكل الناس، لكن هي المشكلة بتقع إن هو بيخش الصيدلية عايز مضاد حيوي أو عايز حقنة 3 في 1، ففي كثير من غير الصيادلة هو بس حافظ ده مضاد حيوي ومسكن وكورتيزون، ولكن في مثلا الفولتارين ما ينفعش لناس معينة، وأنواع معينة من المسكنات بتنفع لناس معينة. فبالتالي طريقة اختيار المسكن اللي في 3 في 1 يجب أن يتم بعناية. أيضا حتى اختيار المسكن حتى لو مكتوب في روشتة الطبيب، أنا بصلح ده مع المريض من خلال الصفات بتاعته، ده من باب التذكير ومن باب التعاون مع الأطباء للوصول للشكل الصحيح. طيب، بعض الأمور الخطيرة التي قد تحدث نادرا ولكنها واردة الحدوث إذا حدثت تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الوفاة. الحساسية اللي هم الناس بيعملوا اختبار حساسية يطلع إنه مفيش حساسية، فبالتالي أول ما بتختلط بالدم بيحصل حساسية وبيحصل مشاكل ومضاعفات خطيرة. تمام، من الوفاة. كذلك حقن الديكلوفيناك صوديوم اللي بتضاف فيها دي غير مناسبة للمدخنين، وغير مناسبة للناس اللي عندها مشاكل في التنفس، وغير مناسبة للناس اللي هم يعني عندهم مشاكل في الوزن. تمام. طيب، ايه المعلومات الخاطئة عند 3 في 1 أو المعروف عن 3 في 1 حتى عند العاملين في المجال الطبي، اللي هو موضوع الحساسية؟ إنه في بعض الناس من العاملين في المجال الطبي ما تعرفش إن علميا الاختبار الحساسية للحقن مش مثبت علميا بصورة دقيقة إلا في مجموعة البنسلين، لكن مجموعة باقي المجموعات قد تعطيك نتيجة جيدة، ولكن عند اختلاطها بالدم ممكن يحصل مضاعفات كثيرة. كذلك موضوع المسكن، ما ينفعش أنا مريض مدخن أو مريض عنده مشاكل في الصدر أو في مشاكل في القلب أجي أديله حقنة 3 في 1 وهو تكون مثلا فولتارين أو ديكلوفيناك أو ديكلوفين أيا كان. كذلك قصة المضاد الحيوي لازم أخلي بالي من نقطة الحساسية وما اديش مأمن في ده. مميزات الحقنة إنها سريعة المفعول وتأثير السحر. دي أهم المعلومات اللي أنا حابب أوصلها لحضراتكم، إنكم تاخدوا بالكم من حقنة 3 في 1 لو اضطريتوا تاخدوها. يعني أول خطأ إنك أنت طالما مش مضطر تاخدها خد غيرها. أتمنى
إنكم أنتوا تكونوا الفيديو عجبكم، وياريت يعني ما تحرموناش من الإعجاب والاشتراك في القناة. نحن النهاردة 916. أتمنى إن احنا في فترة وجيزة بإذن الله نكون وصلنا لعدد كبير جدا من المشتركين، وإن شاء الله مقابل ذلك أجتهد في إن أنا أقدم لكم المعلومة الصحيحة وبشرح ميسر، الهدف منه نشر معلومات محترمة قيمة بطريقة سهلة. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.